خلينا نتكلم هذا القطاع. عايزين نقول ان صناعه الغزل والنسيج في مصر صناعه عريقه جدا جدا جدا. مش عايز اقول بقى يعني التاريخ بيقول انها كانت موجوده من ايام الفراعنه وما شابه، لكن انا بكلمك في عشرات السنين. هذه الصناعه كان ليها باع طويل جدا، وكانت قادره على المنافسه العالميه، وكان المنتج المصري بيغزو كل اسواق العالم لغايه ثوره 52. وكانت الشركات ليها سمعة عالمية لا مثيل لها. كان الصوف المصري أفضل من الصوف الإنجليزي على مستوى العالم. صحيح. ماذا حدث بعد 52؟ ماذا حصل؟ الحقيقة اللي بعد التأميم أن سوء الإدارة، الناس اللي كانت قائمة على هذه الشركات بعد التأميم أساءت إدارة هذه الشركات، بجانب أن إحساس العامل أن يعني أنت حضرتك شغال في مصنع ملوش صاحب، فما كانش فيه الالتزام ولا كان فيه الانتظام ان انا احافظ على جوده مصنع المنتج. مؤمن ملك للدوله وبالتالي يعني ملوش صاحب، يعني انا بجيبها كده مباشره. يعني وبعدين عايز تقول ان التأميم كان اضر بهذه الصناعه؟ التأميم اضر بهذه الصناعه بدون كلام، زي ما اضر بالزراعه.